كنت بستغرب قوي ليه الناس اللي معاها دولارات تقول لك لا انا مش هحطها في بنك وتعينها تحت البلاطه. ولو حد معاه دولار تقول له اوعى تروح تحطها في بنك، يعني تلاقي حد بينصحك كده عامل فيها خبير استراتيجي يقول لك اوعى تروح تحطها في البنك. لحد لما انا رحت البنك عشان افتح حساب بالدولار وعرفت الناس دي بتعمل كده ليه. عندي موكله مش مصريه اشترت شقه في مصر وحابه تاخد اقامه في مصر. شرط من شروط الإقامة العقارية في مصر إنك تشتري عقار عشان تاخد عليه إقامة، يعني ده الشروط بتاعت وزارة الداخلية عشان تديك الإقامة. إن تكون الفلوس اللي اشترت بيها العقار بالدولار، وإن تكون إجراءات التسجيل بتاعت العقار بالدولار، إن يعني كل الفلوس اللي هتصرفها لحد ما تاخد الإقامة إنها تكون بالدولار، وتكون بطريقه مشروعه، يعني في حاجه تثبت ده انها دفعت الفلوس بالدولار. يعني هي ما تجيش مصر وتديني الفلوس في ايدي اعمل لها الحاجه، لا تكون عن طريق البنوك. يعني رحت افتح حسابي بالدولار في البنك، هم كانوا 1000 دولار، يعني مش مبلغ ولا حاجه، ده 1000 دولار اخدتهم من الست ورحت افتح بيها الحساب بالدولار علشان تعمل لي التحويلات عليه او الايداعات عليه عشان اقدر اقدم لها على طلب الاقامه. انا قعدت يوم كامل في البنك، يوم كامل، وفتحوا لي تحقيق انت جايبه الفلوس دي منين؟ يعني قلت لهم انا اكيد مش سرقاها. يعني قالوا لي هل يعني هي من مصدر مشروع؟ يعني قلت لهم لا دي فلوس حرام. انتوا عارفين المحامين فلوسهم حرام، يعني الناس بيقولوا كده مش عارفه ليه. ولما حكيت لهم في البنك انا بفتح ليه الحساب اللي بالدولار وجايبه الفلوس منين وهعمل بيها ايه، قالوا لي احنا عايزين صوره العقد بتاع الشقه بتاعت الست دي وعايزين التوكيل اللي هي عاملاه لك. ايوه انا اكيد مش ماشيه بورق الناس معايا، يعني مش ماشيه بشغل الموكلين معايا في الشارع يعني. فكان معايا صوره على الموبايل اخدوها، معرفش برضو ليه، قالوا لي لا ده اجراء وعشان يتعمل موافقه على الحساب هيسالوا الاسئله دي، وكمان انت محاميه وجايه تفتحي حساب بالدولار. يا جماعه واحنا جربانين ولا ايه؟ على فكره المحامين فيهم ناس من اغنى اغنياء البلد، يعني المحامي الوحيد اتعابه ملهاش سقف. يعني لو حضرتك بتاخد مرتبك 3 4 10000 جنيه في الشهر، المحامي ممكن ياخدهم في قضيه. يعني انتوا ليه بتبصوا لنا كده اللي هو انت محاميه وجايبه دولار منين؟ ايه مالكوا في ايه؟ لو الدوله سمحت للناس اللي معاها دولارات انها تروح تحطها في البنك من غير ما تستجوبها سين وجيم وجايبها منين، الاحتياطي النقدي الاجنبي بتاع مصر هيبقى اكتر من راس مال امريكا نفسها. وطبعا كلنا عارفين في ناس كتير جايبه دولاراتها منين يعني، وبتخاف تروح تحطها في البنك عشان ما تتسالش السؤال ده، جايبها من مصدر مشروع ولا لا.